السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ بالصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الجهاز اللي قدام حضراتكم دوت مشكلته انه قاطع بيانات وبيدي صفارة باستمرار، تيت 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 تيت. المهم طبعا كلنا عارفين ان بتبقى المشكلة ديت مشكلة في الرامات، ولكن لو انت حضرتك طلعت الرامات ونضفتها ونضفت مكانها بتبقى لسه المشكلة موجودة. هتعمل ايه؟ اول حاجة حضرتك ان انت يكون عندك تنر ابيض او عندك اسبراي اللي هو بتاع النظافة، وترفع الرامات وتنضف مكانها كويس جدا. وما تنساش ان انت تشيل الحجر بتاع البطارية اللي هو بتاع الذاكرة اللي موجود على البوردة. لازم تشيل الحجر دوت، وبعد كده تقوم بنظافة الرامات ومكان الرامات، وتبتدأ حضرتك ان انت تجرب رامة رامة. يعني تشوف الرامة دي، تبص كده للسنون بتاعتها كويس جدا، تمام، السنون مفيهاش اي مشكلة. تبتدأ حضرتك ان انت تجرب رامة رامة وفي خانة خانة. يعني حضرتك هتروح للخانة الأولانية تشتغل عليها، وطبعا زي ما انت عارف ان الرامة لها عدد معين، وفي مكان كليبسات من الجناب لازم الكليبسات دي تقفل على الرامات. تمام حضرتك، طول ما انت شايل حجر البطارية اللي جنب المروحة دوت، اول ما توصل كهرباء البوردة بتشتغل لوحدها والمروحة بتلاقيها اشتغلت لوحدها. ده طبعا في ال HP والديل واللينوفو والحاجات اللي زي كده، تمام. اما في البورد اللي هي جيجا بايت ديت بتبقى تشغلها انت بايدك من الباور، تمام. في انواع كتيرة من البورد والرامات، لما بتركب الرامة الجهاز بيطفي ويشتغل، وبعد كده يطفي، وبعد كده يشتغل تاني، وبعد كده يشتغل طبيعي. هنا حضراتكم بعد ما نضفنا وعملنا مازالت المشكلة موجودة والصفارة مازالت شغالة. هنا حضراتكم وده الأهم اللي أنا عايز أقوله لحضراتكم، تجيبوا شفرة موس حلاقة، تمام، وتصنفروا السنون بتاعة الرامة. تصنفروا السنون بتاعة الرامة، تجرحوها بالطريقة ديت. كل ما بتجرحوها بشفرة الموس بتاع الحلاقة دوت باحترافية، هتبص تلاقيها رجعت معاك عاملة زي الدهب بالظبط. هنا حضراتكم بيبقى فيه عازل، بس العازل دوت احنا مش بنشوفه نهائيا، تمام. ولما تنضف الرامة بشفرة الموس هتلاقي حضرتكم الرامة هتشتغل معاك. في حالة ان الرامة مش شغالة معاك، شايفين الاي سي الاسود دوت اللي في الرامة ده اللي موجود فيه 3 رجول من الناحية دي و3 رجول من الناحية دي، حضرتك ممكن تسخن عليه تسخين خفيف جدا بنظام الهوت وتحركه سنة صغيرة، برضك هتشتغل معاك الرامة. هنا حضرتك بعد ما صنفرنا الرامة بشفرة الموس هنوصل باور وهنجرب، لان احنا طبعا كنا فاصلين الباور، وهنتوجه للشاشة وهننتظر ثواني نشوف النتيجة ايه. طبعا حضراتكم انا حبيت اعرض لكم الموضوع ده لان انا جربت الموضوع دوت قبل كده كذا مرة، وحبيت ان انا اجربه مع حضراتكم مرة تاني. عملية ناجحة تمام التمام. واهم حاجة حضراتكم متنسوش تدعمونا باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس، وصلوا على الحبيب النبي.